السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الغداء اللي صايبت اليوم. صايبت هنايا جنيوحات ديال الدجاج اللي طيبتهم في الاير فراير، وبطاطا صوتي مع شويه ديال القرعه حتى هي صوتيتها، مع الروز اللي طيبته مع شامبينيون والكريمه. وصايبت هنايا واحد الطريقه ديال الزعلوك. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه هنايا خديت الروز غادي نسلقو وغادي نصفيه، غادي ندير ليه شويه الملحه، بعد غنصفيه. وهنايا غادي ندير بطاطا حتى هي غادي نسلقها. وهنايا بالنسبه للجنيوحات ديال الدجاج غادي نوجد ليهم الماريناد. درت هنايا الملحه وسكينجبير والتحميره مع شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه الكمون، شويه ديال الزيت، شويه الثومه او صوص ديال الثومه، وغادي نضيفو شويه الخل اولا العصير ديال الحامض. صافي غادي نخلطوا هاد الماريناد مزيان، وغادي نمارينيو فيها الجنيوحات. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غسلتهم مزيان ونقيتهم. صافي غنمارينيوهم بهذه الطريقه، وغادي نخليهم شويه، من بعد غادي نديرهم في الاير فراير. هنايا خديت الاير فراير غادي نفرش ليها الورق الخاص بالطبخ، وغادي نستف فيها جنيوحات ديالنا هنا كيف ما كتشوفوا، وغادي نبروغراميها على الدجاج نخليهم يطيبوا. صافي هنايا غادي ندخلها، ومن بعد غادي ندوز ناخذ فنجال. هنا خديت 2 حبات، الكميه كتبقى على حسب الاختيار. كنقطعو بهذا الشكل هذا، كنقشرو شويه وكنقطعو بهذه الطريقه، نقطعو هكا مكعبات صغيره، وكنديرو فوها درتو في واحد اناء، درت فيه شويه الملحه والابزار. صافي وغادي نمارينيه بهذه الطريقه، وغادي ندوز درت هنايا الزيت خليته حتى سخن مزيان، وقليت الدنجال ديالنا كيف ما كتشوفوا. ها هو كنقليوه، كنفرش ليه ورق باش نشفوه من الزيت. هنايا من بعد ما دازت مده 20 دقيقه غادي نقلبهم على الجهه الاخرى، وغادي نرجعهم يطيبوا 20 دقيقه واحده اخرى. صافي هنا خديت الطاجين البنات، درت فيه شويه ديال زيت الزيتون وحكيت عليه شويه ديال الثومه، وغادي نضيف واحد نص فلفله اولا فلفله صغيره. من الاحسن الا كانت عندكم فلافل ملونه كتجي رائعه، هنا متوفراش عندي. صافي خليتهم حتى تشحروا مزيان على في الطاجين، ومن بعد ضفت عليه واحد مطيشه محكوكه مع معلقه ديال مطيشه ديال الحك. صافي خليتهم هنا كيطيبوا. من بعد ضفت الملحه والبابريكا والابزار وشويه ديال الكمون. صافي هنايا من بعد ما طابت لينا لاصوص غادي نضيف عليه هذاك الدنجال اللي قليت. صافي هنايا كنبقاو نخلطوه في الزعلوك ديالنا حتى كينشف وكيطيب، كيولي بهذا الشكل هذا. صافي غادي نطفي عليه ونخليه جانبا. هنا خديت واحد المقله، ضفت فيها ملعقه كبيره ديال الزبده، بعد ضفت واحد بصيله مشلضه، وضفت فصيص ديال الثومه شحرتهم مزيان مع البصله كيف ما كتشوفوا. بعد ضفت شامبينيون حتى هو كنشحرو بهذه الطريقه معاها. صافي من بعد غادي نضيف واحد كنور ديال الدجاج، صافي هنا من بعد ما نزلت ليا البصله كنضيف الكريمه ديال الطبخ، الكريمه اللي خاصه بالطياب. هنايا ضفتها، وضفت الروز اللي كنت سلقت من قبل. هنا كيكون حبه على حبه، ما كنخليوش حتى كيطيب مزيان.
من بعد ضفت شويه الابزار وشويه الملحه صافي، وكنخلط الروز ديالنا، كنضيف ليه شويه ديال المعدنوس وكيكون واجد صافي. هنايا خديت واحد مقيله تكون ما كتلصقش، وضفت فيها واحد الخلطه اللي غنسوطي بها الخضره، شويه الثومه مع المعدنوس مع زيت الزيتون مع الابزار والملحه، وخلطتهم مزيان وضفت منهم شويه. هنا غادي نسوطي فيهم القرعه كما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه اللي كنسوطي بها الخضر صافي. هنا غادي نحيد القريعه ديالنا وغادي نضيف ديك الخلطه اللي بقات لنا، وغادي نضيف فيها بطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي ما كنخليهاش حتى كطيب بزاف باش ما تعجنش صافي. غادي نصوطي صوطيت هنا بطاطا ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. بهذه الطريقه هي اللي كنصوطي بها الخضره، كيجي فيها واحد المذاق رائع صافي. هنايا الدجاج ديالنا هو واجد. كان هذا هو الغدا اللي قلت غادي نشاركه معكم، اللي صراحه كيجي رائع، كيجي بنين بزاف. هذا الروز تا هو مع شامبينيو و مع شامبينيو كريمه مع كنور ديال الدجاج، كيجي فيه واحد المذاق وكيتمشى مع الدجاج الا درتوه بحال هكا في الفران صافي. والزعلوك ديالنا كان هو هذا، وبصحه والراحه.